فاكرين ديزني بالمصري؟ ولا يهمك، انا طلعت في التلفزيون، انت شفتني كنت هايل. طب كويس انكم فاكرين. احب اقول لكم ان ديزني رجعت مصر تاني بالكامل. لا انتم مخبيين عليا حاجه. في 2022 تم إصدار أول عمل جديد بالنسخة المصرية بعد انقطاع 10 سنين، وهو فيلم إنكانتو. يمكن انتوا ما فهمتوش اللي شافه. يبقى احسن لك تفهميه بسرعه لو كنت انت في النبوءه. ناس كتير قوي فاكرة إن إنكانتو بس هو اللي مدبلج مصري، وإنه مجرد عمل واحد. الخبر الحقيقي بقى إن معظم أعمال ديزني في آخر 10 سنين تم دبلجتها بأثر رجعي للعامية المصرية. ده يشمل معظم أعمال آخر عقد لديزني زي فروزن بالجزئين، جامعة المرعبين، مسلسل المرعبين في الشغل، رايا، انسايد اوت. ومش بس كده، حتى افلام ديزني الغير كرتونيه زي بينوكيو النسخه السينمائيه الحيه بطوله توم هانكس نزلت بالمصري. وبكل اريحيه نقدر نقول ديزني رجعت تاني بالمصري، وده يخلينا احنا كمان نرجع لسنه 2012. في السنة دي وبدون مقدمات أو سابق إنذار أعلنت ديزني الشرق الأوسط وقف اللهجة العامية المصرية في كل دبلجات ديزني المستقبلية بعد تعامل دام أكتر من 15 سنة. القرار غير إنه صادم ومفاجئ، ولكنه مبهم جدا وغير مفهوم. القرارات دي لما بتحصل بتبقى عادة بعد فشل تجاري، اعتراض جمهور، اختلاف إدارات، أو حتى أزمة مع الدولة، ولا حاجة من دي تنطبق. مش قرار مصري خالص. وكانت بتبيع الدي في ديات، كانت بتبيع ارقام فلكيه، وكان بيجي يعني من شركه ديزني نفسها، شركه التوزيع بتاعت والت ديزني، جوابات شكر ليها. بإمكانكم الحصول على أحدث شريط فيديو يا فعلا في أعظم مغامراته على الإطلاق، دلني على طريقه. علاء الدين وملك اللصوص. في يوم وليلة وبدون تفسير أو تحليل منطقي ديزني وقفت الدبلاج المصري. وفي 2013 تم إبرام تعاقد ما بين ديزني وقناة الجزيرة أطفال عشان تستحوذ القناة على حقوق عرض معظم أعمال ديزني. وبالتزامن مع إبرام العقد أكدت القناة إن الأعمال هيتم دبلجتها بالعربية الفصحى ومش بأي لهجة عامية، عشان تبتدي رحلة العربية الفصحى في ديزني رسميا، ونهاية مؤقتة لرحلة اللهجة المصرية اللي استمرت أكتر من 15 سنة. ولكن بصراحة 15 سنة ده مش الرقم الحقيقي، البداية الحقيقية كانت من 47 سنة. سنة 1975 تم إصدار أول نسخة عربية لفيلم من ديزني، وكان باللهجة المصرية، سنو وايت والأقزام السبعة. ما تطردنيش من بيتكم، احسن تقتلني. مين يقدر؟ ايوه ابويا الملكة. الأداء الصوتي كان لقامات كلاسيكية كبيرة جدا وغير متوقعة زي فاطمة مظهر، عبد الوارث عصر، والدكتورة رتيبة الحفني. الدكتورة رتيبة الحفني من أكبر القامات الموسيقية في البلد، فهي كانت عميدة معهد الموسيقى العربية وأول رئيس لدار الأوبرا المصرية بعد بناء مبناها الجديد سنة 88. وبناء على كونها قامة بالحجم ده، شركة ديزني اختارتها إنها تبقى أول مديرة موسيقية في تاريخ النسخة العربية، ودكتورة رتيبة وافقت. وليها قصة مذكورة منسوبة ليها مع ديزني، إن هي بعد ما الشركة رفضت كل المتقدمين لصوت أغاني سنو وايت، بعتت الأغاني بصوتها بهوية مخفية لشركة ديزني اللي أعجبت بيها جدا. وبعد ما تواصلوا مع الدكتورة رتيبة وافقت إنها تعمل الأغاني بس بدون ما يتذكر اسمها على الفيلم. القامات ما وقفتش لحد هنا. في الإخراج ديزني اختارت أحمد كامل مرسي، وهو من أهم مخرجي كلاسيكيات في مصر، وصاحب أول تجربة دوبلاج عربي في المنطقة على الإطلاق سنة 1934. دي لمحة بسيطة عن منهجية ديزني في اختيار فريق عملها من أول دقيقة ابتدت فيها بالعربي، أعلى كوادر وأكبر أسماء. والموضوع مش بس هيستمر بالشكل ده هيتطور. الفيلم اتعرض في صالات السينما سنة 75 ولاقى استحسان، وكان المفروض التجربة تتكرر، ولكن ديزني الحقيقة ما حاولتش الدبلجة للعربي تاني لحد هكونا متاتا، حجم نغمها لذيذ. سنة 1994، وفي وقت صدور واحد من اللي هيكون أنجح كلاسيكيات ديزني على الإطلاق، الأسد الملك أو لاين كينج، حبت ديزني ترجع تاني تتوسع عن طريق الدبلجة للغات مختلفة. المنطقة العربية كمنطقة جغرافية أو زي ما بيسموها في الشركات مينا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دايما ليها أهمية تجارية وثقافية ضخمة في الإنتاج الفني. فالدبلاج العربي حان وقته، بس أنهي عربي بالظبط؟ تم مراسلة الجهتين، واحدة في مصر وواحدة في لبنان. اللهجتين لايقين على أفلام ديزني، فيهم الخصائص اللي ديزني بتدور عليها ومحبوبين بشكل واسع عند كل الجنسيات العربية. اتبعتت الطلبات وجزء من الفيلم عشان يشوفوا مين الانسب. اللي كان مسؤول عن النسخه المصريه كان الموسيقار سمير حبيب، واستوديو ايكو ساوند. سمير حبيب كان مؤسس فرقه ذا جيتس او الجيتس، ده غير انه مسؤول عن الالحان دي. مش اي حد يعني. ومعاه الكاتب الكبير عبد الرحمن شوقي اللي مسؤول عن الاعمال دي، برضه مش اي حد يعني. وبعد اجتهاد محترم جدا من الفريقين، راح فيلم الاسد الملك للفريق المصري، وراحت معاه ديزني نفسها لمده 15 سنه. وبصراحه البدايه كانت فوق الرهيبه. نسخه لاين كينج المصريه كانت مبهره للكل، وبما فيهم ديزني نفسها. لاين كينج، فبالتالي ده عمل لي شغل ما شفتوش حتى في مسلسلات وفي افلام وفي حاجات من كده. انا محاط بشله متخلفه. الاداء ما كانش
كانش متوقع، ولكن الفريق المصري بذل مجهود خرافي، ومن هنا بقى نقدر نقول ان دي كانت البدايه والانطلاقه الحقيقيه لديزني بالمصري. عشان نعرف ليه ديزني بالمصري من اهم المشاريع الفنيه في تاريخ المنطقه، لازم نكون عارفين ان الدوبلاج مش مجرد واحد واقف ورا مايك وبيقول النص بس بلغه تانية. المشروع ادق تبسيط ليه هو هندسه فنيه، خصوصا في ديزني اللي معاييرها في الدوبلاج من اعلى المعايير عالميا. عندك مهمه تعريب الحوار باعلى دقه وبدون ما تغير في صلب الموضوع او تحرفه باي شكل. علاء الدين، اهلا علاء الدين، احنا دلوقتي على الهوا، ينفع نقول علاء ولا نقول لول ولا نقول لالي؟ لازم الكلمات وعددها في كل جمله يوازي بالتقريب شريط الصوت الاصلي، وحركات شفايف الشخصيات على الشاشه لا يبقى سابقهم ولا متاخر عنهم، وكمان شكل الكلام على شفايفهم يبقى مقارب للي بيتقال مع انه مش باللغه الاصليه، ودي مهمه صعبه وقاسيه جدا. الموضوع بيتطلب نوع معين من الابداع والتحايل البسيط. مثلا في فيلم اب او فوق كان دايما بيتنادى على البطل باسمه الثنائي استاذ فريد زين، رغم ان ده مش شيء معتاد بالنسبه لنا ان حد ينادي لحد طول فيلم ساعه ونص باسمه الثنائي. استاذ فريد زين. انا على ايه يا استاذ فريد زين؟ صباح الخير يا استاذ فريد زين. ولو اتفرجت ممكن تسال نفسك هما ليه ما بيقولوش فريد بس؟ ده اتعمل عشان الراجل اسمه في النسخه الاصليه مستر فريدريكسون. Good morning, Mr. Fredrickson. عشان الشفايف تمشي مع الدوبلاج كان لازم الناس تناديه باسمه الثنائي طول الفيلم، فريد زين، فريدريكسون، فريد زين. ومن ده كتير تبان تفاصيل صغيره قوي، لكن هو ده اللي بيخلي العمل مميز بالشكل ده، مجهود بتركيز على ادق واصغر التفاصيل عشان تخلي الموضوع يمشي بشكل مثالي وطبيعي. انت تحفه. الكاستنج او اختيار المؤدين في دوبلاج ديزني بالعاميه من اصعب المهمات. انت مش بتختار الاصوات وتقوم تنفذ، انت بتراجع مع ديزني الاول وتشوف لو في توافق وموافقه. لازم الصوت يبقى نفس روح المؤدي الاصلي ان ما كانش افضل. في 95 لما الاسد الملك كان في حيز التنفيذ كان في اختلافات على مين هيقوم بدور مفاسة، فكان في اسماء كبيره مترشحه زي الفنان احمد فؤاد سليم والفنان محمد السبع، ولكن الدور في الاخر راح لعصام سيف، اشهر مؤدي صوتي في الاعلانات المصريه. انت تعمدت تعص امري، والادهى انك عرضتنا للخطر. لو ما تعرفش عصام سيف فحب افكرك. تعلن موبينيل انها اول شركه خدمات محمول تقدم صلاحيه مدى الحياه. وطبعا اصوات تيمون وبومبا اللي جننت المشاهدين وقتها وبعدها بسنين. ارميني وشوطني يا ابن القطه، ما تشلطني. وزي ما قلنا لاين كينج كان مجرد بداية، أمثلة الكاستنج الجبار ما بتخلصش، بس خلينا نبص على أكتر أعمال أثرت فينا لحد النهاردة ونشوف اختيار المؤديين كان دقيق إزاي. مارد وشوشني وشلبي سلوفان بيشبهوا في شخصيتهم محمد هنيدي وسامي مغاوري الفنانين نفسهم لدرجة مش طبيعية، وده خلى الأداء طبيعي وانسيابي أكتر من النسخة الأصلية. مارد وشوشني شبه شخصية هنيدي الكوميدية اللي بنشوفها في أفلامه الحقيقية، نفس كوميديته بالظبط، وعقله ورزانة وفي نفس الوقت خفة شلبي سلوفان هي بالظبط نفس نوعية كوميديا وأداء سامي مغاوري بره الدوبلاج. ولو هنتكلم عن لازم نتكلم عن توي ستوري او حكايه لعبه. الفيلم كان استثنائي لان كان فيه اسماء كبيره زي يحيى الفخراني واحمد بدير ومنى زكي وهاني رمزي. عايزك تسمع اداء هاني رمزي مثلا في دور ريكس وتقول لي انه مش لايق عليه بالملي. انا نفسي ارعبكم بس مش عارف، الظاهر اني بضايقكم بس. ولا اداء العملاق يحيى الفخراني في دور وودي اللي المفروض مسيطر ورسمي وعارف بيعمل ايه. ايوه، كل واحد منكم اختار زميل حراسه. البحث عن نيمو او فايندينج نيمو، والاداء الفوق مبهر لعبله كامل، غير المرح والدم الخفيف، التمثيل الصادق اللي من القلب اللي خلى مشهد زي ده يحرك اي مشاعر. استنى ارجوك ما تمشيش، ارجوك. انا لما بشوفك وببص لك بحس بامان. وحتى كلاسيكيات، دور الجده ويلو في فيلم بوكاهانتس اللي قامت بدورها الاسطوره المصريه امينه رزق يشبهها بشده. صباحك جميل يا بنتي، كنت متوقعة تزورين النهاردة. وبالمناسبة حسب مصدر من المصادر المخرج عصام السيد مخرج العمل كان محرج يكلمها على الدور رغم اقتناعه انها الانسب، وده عشان حجمها في تاريخ السينما. وموضوع دوبلاج افلام الكرتون كان لسه جديد وقتها، واكد لشركة ديزني انه هيكلمها فقط لو هم موافقين عليها وبالتاكيد هتاخد الدور، وقد كان. وطبعا كل ده اكد لنا ان الكاستنج في ديزني في حتة تانية خالص، واحيانا يفوق في الجودة والدقة كاستنج الافلام السينمائية الحية في مصر، ما فيهوش مجال لاي خلل او مسكاست. وده مش مقتصر تماما على الاسماء السينمائية او التجارية المعروفة. ديزني كانت بتضم عمالقة في الاداء الصوتي زي هشام نور، طارق اسماعيل، مؤمن البرديسي، جلال الهجرسي، محمود اللوزي. الدور من كتر ما هو كان لايق على المؤدي في ديزني بالمصري بتحس انه كان من الاساس معمول عشانه، وان العمل الاصلي مصري مش امريكاني. ودي مش صدفة، دي مقصودة ومعمول فيها مجهود جبار هنعرف عنه اكتر. عظمة واحنا شاهدين عليها. روائع ديزني والكلاسيكيات بالاخص ما قبل شراكة بيكسار كانت افلام غنائية، الأغاني والألحان فيها هي أهم أركان العمل. أحيانا الموسيقى والأغاني بتاخد حيز أكبر من الديالوج، حتى مش أصحاب والقهوة الأسباب
ده معناه ان احنا محتاجين مواهب غنائيه وصوتيه وتقنيه لا تقل تماما عن مؤديين الصوت والممثلين، وكأي عمل فني محتاجين له مخرج. هنا هنحتاج مخرج موسيقي او مايسترو. الاخراج الموسيقي في ديزني بالمصري مسؤول دايما عنه موسيقيين عمالقه، اسماء منتهى الاحترام وتخض في المجال، بدايه من اول مدير موسيقي وهي الدكتوره رتيبه الحفني، مرورا بالاسامي الكبيره اللي هتقوم بالدور ده بعدين. عندنا مثلا مايسترو ناير ناجي، واحد من اشهر الاسماء في الاخراج الموسيقي في الوقت الحالي. ناير ناجي قائد أوركسترا بدار الأوبرا المصرية، القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة اسكندرية، ومؤسس ومدير الفني لكورال القاهرة الاحتفالي. غير حفلاته المستقلة في دار الأوبرا المصرية مع أوركسترا القاهرة السيمفوني وكورال القاهرة الاحتفالي اللي هو أسسه من 22 سنة، فهو اشتغل مع معظم مطربي العالم العربي والعملاق عمر خيرت، ومش بس الأسماء الكلاسيكية، فهو تعاون مع فريق كايروكي في أول حفل سيمفوني ليهم. ناير ناجي أبدع في أعمال كتيرة زي النبيلة والشارد وويني الدبدوب، اللي بالمناسبة هو عمل صوت ويني بنفسه فيه. ما تقلقيش خالص يا بطني. والأميرة والضفدع. عندنا اسم عملاق برضو زي دكتور صبحي بدير اللي شغل منصب رئيس قسم الغناء بالمعهد العالي للموسيقى أو الكونسرفاتوار في مصر، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في فرقة لي بوتيشا اللي كان فيها عزت أبو عوف وعمر خيرت في شبابهم وكسرت الدنيا في السبعينات. دكتور صبحي بدير من أكبر الأسماء الأوبرالية في مصر، وبيخرج مواهب ثقيلة جدا من الشباب بشكل دوري. قاد الإخراج الموسيقي في روائع مهمة زي بينوكيو والجميلة والوحش، وسبتها للآخر لأنها من أعظم الأسماء اللي دخلت عالم ديزني ومن الأكثر تأثيرا ومشاركة ومجهود في الإخراج الموسيقي، وهي الدكتورة جيهان الناصر. لو ما تعرفهاش أحب أكد لك إنها من أهم المبدعات المصريات في المجال الموسيقي، فهي مخرجة موسيقية ومغنية ومدربة غنى، فهي حاصلة على الدكتوراه في الغنى من أكاديمية الفنون، شاركت في ديزني بالعربي على مدار 20 سنة بلا توقف. بص كده لستة الأعمال بدون أي تهويل. الشق الموسيقي في ديزني طعمه الخاص وحلاوته المعروفة جاية بجزء كبير من مجرد وجود دكتورة جيهان الناصر، وما كانتش بس مخرجة موسيقية بل كانت مؤدية ومغنية في روائع مهمة زي بوكاهانتس. اتكلمنا كتير قوي عن الإخراج الموسيقي، بس هو مين اللي بيغني؟ على حسب. اغاني كتيره من الافلام اللي غناها كانوا مؤديين الصوت نفسهم، احيانا بيأدي الصوت شخص وبيغني نفس الشخصيه حد تاني، وبيكون عاده بمشاركه مبهره ومستمره من الحصان الاسود لاغاني ديزني، فرقه اوبرا القاهره، ومغنيين دار الاوبرا المصريه الهامي امين، جاكلين رفيق، دينا اسكندر، هشام الجندي، نورستان مرغني، جلال الحديدي، اميره سليم، غير اسامي محترمه جدا زي مغني الجاز المصري احمد حرفوش والاوبرالي المتمرس اشرف سويلم. واحب بصراحه استغل الفرصه دي اني احيي فرقه اوبرا القاهره والصوت المفضل ليا على الاطلاق الهامي امين. لحد دلوقتي لسه ما ذكرناش اساس العمل نفسه وهو الكتابه. مش هينفع نتكلم عن كتابه الكلمات وترجمتها للعاميه من غير ما نتكلم عن اهم اسمين في تاريخ ديزني بالمصري، عمرو حسني وزينب مبارك. عمرو حسني حكايته وحبه للكتابه العاميه تبتدي من قبل ديزني او مشاركته فيها، ترجع لمنهجه الفني نفسه، وهو عنده منهجيه ان الكتابه للاطفال محتاجه تركيز على الابداع والفن والترفيه اكتر ما هي مجرد ماده تعليميه بحته، حق الطفل في الخيال والاستمتاع بشكل مختلف قريب للثقافه الدارجه اللي بيتعامل بيها كل يوم. من الاخر العاميه شغفه ولعبته، وده يخليه من اهم اركان تعريب وتمصير اعمال ديزني بمنتهى البراعه والتفاني. لو بتحب شركه المرعبين المحدوده وحافظ الحوار كلمه كلمه، ده عمرو حسني. انا حطك في دماغي وبراقبك. لو بتحب فايندينج نيمو ولسه في ذاكرتك لحد النهارده، ده برضه عمرو حسني. عموت مختار عموت مختار 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 عموت مختار 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 عم. لو سحرك حوار علاء الدين وجماله، ده برضه عمرو حسني. تحولات ملكيه بالفراخ. لا. زينب مبارك بقى وهي ملكة الكلاسيكيات بلا منازع. بنتكلم في بينوكيو، سندريلا، أليس في بلاد العجائب، الأميرة النائمة، النبيلة والشارد، مولان. وللعلم هي مش بس كاتبة وممثلة للنص والأغاني، بل مؤدية صوتية عظيمة كمان، فعملت أدوار عالقة في الأذهان زي ملعونة في الأميرة النائمة، روزي في حياة حشرة. وعلى جنب كده للي ما يعرفش، فهي والدة مريم الخشت اللي هي نفسها شاركت في دوبلاج فيلم راتاتوي أو خلطبيطة بالصلصة وعملت دور كوليت. وطبعا أنا خصيت بالذكر عمرو حسني وزينب مبارك لطول مدة عملهم وأهميته في دورة حياة ديزني بالمصري، لكن في اسماء من عظماء الكتابه ما ينفعش ابدا ننساهم، زي الشاعر والكاتب العملاق امين حداد اللي عمل طرزان والفيلم الثري جدا والصعب جدا احدب نوتردام. عايز اخد ثانيه واتكلم عن احدب نوتردام اللي قصته وكلمات اغانيه من اعمق واعقد الكلمات اللي سمعتها في ديزني بالمصري ككل. انت قبيح انت مشوه انا مشوه ودي جريمه في نظر عالم رخيص سفيه. والشاعر امين حداد وصلها بشكل متفوق وساحر، وتوقعي انها ما كانتش مهمه سهله خالص. وبرده الشاعر العظيم بهاء جاهين اللي كتب الجميله والوحش واخي الدب وهيركليز وغيرهم. وزي ما ذكرنا الكاتب العظيم عبد الرحمن شوقي في اول الفيديو خالص، وتمصيره للاسد الملك، وكمان حكايه لعبه وكتاب الادغال. المخرج في كل الاعمال الفنيه هو كلمه السر، ونفس الكلام ينطبق على ديزني. قائمه مخرجي الاعمال
الاعمال ضمت مسرحيين وسينمائيين مخضرمين زي عصام السيد واحمد كامل مرسي واحمد مختار اللي اتشكر من ديزني نفسها على شغله. ديليك بليك اللي هو مساعد والت ديزني دي لسه جواب هو بعته، يبدو ان النسخه العربيه افضل كثيرا من النسخه الانجليزيه، وبسببهم وبسبب تاريخهم واحترافيتهم كل حرف انا قلته قدر يتحقق، وكل موهبه ومؤدي ومغني عرف يتوظف بشكل سليم. مهما حاولت اذكر كل الاسماء العظيمه اللي شاركت اكيد هنسى حد، وبعتذر على كل ده من قلبي. بطلب منكم تشاركوا كل الاسماء اللي ما اتقالتش في الكومنتات. الهيلمان ده كله ما ينفعش يمشي من غير اداره واشراف. الشق الاداري هو دايما اللي بيربط كل حاجه ببعضها في اي مجال في الدنيا، وبيشرف على كل كبيره وصغيره. فهنا محتاجين اداره تتابع مع المخرجين والكتاب والاستوديوهات، يدي موافقات على الكتابه والاصوات وكل ما يخص الدوبلاج قبل ما يطلع المنتج النهائي. والاداره هنا هي 4 كلمات انجليزي: ديزني كاركتر فويسز انترناشونال، ودي الشركه المسؤوله عن كل اللي انا قلته ده، وابتدت في المنطقه بمقر في مصر استمر حوالي 10 سنين قبل خروجه لدبي في 2006. وما دام اتكلمنا عن الشركه دي يبقى لازم نذكر اهم اسم في الاداره في تاريخ ديزني بالمصري: عائشه سليم. عائشه سليم كانت المدير الابداعي ومدير العمليات طول مده عمل الشركه في مصر لحد ما الشركه اتنقلت لدبي والاداره اتغيرت. بس ده ما انهاش رحله عائشه سليم مع الدوبلاج ولا مع ديزني، فهي انضمت لاستوديوهات مصريه ميديا في 2007 وكملت المشوار. الجدير بالذكر ان المدير الموسيقي في الشركه كان اشرف سويلم، اللي هو زي ما ذكرنا اسم بارز من اسماء المغنيين ومؤدين الصوت في ديزني، ومن المشرفين الاداريين والابداعيين برضو اسم غايه الاهميه زي الدكتوره شهيره خليل، اللي هي برضو عندها منصب اداري تاني بعيد عن ديزني، وهو مدير تحرير مجله سمير للاطفال. الاداره كانت هايله، وواضح جدا من مستوى الاعمال اللي كانت تحت الاداره دي، وازاي محدش كان بيعدي الهوا. السر في كل ده ان الموضوع ما هوش مجرد دوبلاج وتعريب، الموضوع واخد ليفل اعلى من كده. الفكرة كلها أنا مش بترجم، أنا أهم حاجة أنقل الروح العمل للثقافة اللي أنا هعرضها لها، بس في نفس الوقت ما ضيعش المعنى الأساسي النسخة الأصلية كانت قصدها بيه. خلينا نرجع للنص الأصلي. أفلام ديزني مكتوبة بالعامية الأمريكاني، اللهجة اللي بتعتمد على الأمثال الشعبية، النكت، التلاعب بالألفاظ، تغيير نطاق الصوت وخفة الدم والأداء. بتفكركوا بلهجة كده؟ اتساق اللهجة المصرية مع النص الأصلي ممكن يكون أشبه بالمعجزة. الكتابة الأمريكاني لو خدتها تقدر تطلع منها درر بالمصري، مش بس لأن الخصائص تعتبر واحدة، بس اللهجة المصرية أقدم من أمريكا كدولة. وده مش استعراض في كلامي، ده له مدلول معين. كل ما تاريخ لهجتك المحلية زاد، ده بيجي معاه ميراث شعبي من الكلمات والامثال والنكت، والانعكاس الثقافي والديني والتاريخي بيبان في الكلمات. ده بيدينا ثقافه عاميه والفاظ دارجه ليها معنى وتاثير اجتماعي يمتد لاجيال. وكل ما اللهجه تاريخها زاد كل ما الخاصيه دي بقت اعظم واعظم. وكل ده بقى تخيلوا في ايد كتاب مبدعين في العاميه وعارفين البعد الاجتماعي ده كويس. ده يخلي النص المصري يتفوق على النص الامريكاني لو انت بتعرف تتكلم اللغتين. ده غير طبعا انتشارها في المنطقه العربيه، ومش بس في خفه الدم، احيانا مشاهد دراميه قاسيه المفردات المصري فيها معبر اكتر. You are a worthless street rat. You were born a street rat. You'll die a street rat. And only your fleas will mourn you. انت فرسكك صالوك، اتولدت فرسكك وهتموت فرسكك، وبراغيتك هتاخد عزاك لما تموت. واو، الحوار صادم بشكل كافي بالانجليزي، ولكنه كان اقوى بكتير بالمصري. ده ياكده كمان الدوبلاج الفصحى لنفس الجمله. ايها الفأر الصعلوك الصغير، ولدت نكرة كالفأر وستموت نكرة، ولن يحزن عليك احد. هنتكلم في الموضوع ده كمان شويه. وكتاب ديزني استغلوا تنوع اللهجات المصريه ووظفوها بحرفه في الافلام. اما عند البحراوي بيجي بساريا اللي هو انا برضه يا بلبل يتقوت يوم التلات. يأكد لك ان كتاب ديزني مقدرين حجم الفولكلور المصري والفرصه اللي قدامهم في عمل نسخه ثريه جدا بالثقافه العاميه. لو ملاحظين احنا عندنا ميكس يستحيل ان يتكرر ما بين العمل الاصلي الامريكاني ونسخته المصري، حاجه بتحصل مره في العمر. على جانب عندنا ديزني العالميه بسيناريو ونص اصلي مكتوب من افضل كتاب ديزني بقصص وروائع ملهاش مثيل، وانيميشن احترافي باعلى الميزانيات واعظم المواهب. والجانب الاخر عندنا اداء صوتي لواحده من اكتر اللهجات تشابه للنص الاصلي، بس بقابليه اعلى بكتير للابداع في الاداء والتصرف، مع مواهب بخبره مسرحيه اذاعيه سينمائيه وموسيقيه في بعض الاحيان تمتد لعشرات السنين. متخيلين الكومبو؟ عظمه. وده يزود قيمه عاليه للمحتوى. ده غير ان رسائل ديزني مش مجرد ترفيه ونكت، فهي بتحاول توصل لك معاني جميله، والدوبلاج المصري بيساهم فيها جدا. زي مثلا التحرر من قيود الطبقه الاجتماعيه في النبيله والشارد، ان الجمال الداخلي باهميه الجمال الخارجي في الجميله والوحش، الاهتمام والحب افضل من الخوف والكره في شركه المرعبين المحدوده. ممكن تبقى حرامي وجربوع بس يطلع لك جني يساعدك تضحك على اميره غنيه عشان تتجوزها. ايه؟ ثانيه واحده.
خلينا نرجع للنقطة اللي ابتدينا منها. بعد 2012 لما تم إيقاف الدبلجة المصري بدون أي سبب ملموس تجاريا أو إداريا، الإقبال على ديزني بالعربي قل بشكل ملحوظ. سنة ورا سنة بتعدي ومفيش أي عمل اتحفر في الأذهان من كل أعمال ديزني بالعربي، لحد ما حصل أول حملة ضد توجه ديزني الحالي ورفع هاشتاج ديزني لازم ترجع مصري. الحملة دي عبرت عن غضب كبير من كل أنحاء المنطقة. الهاشتاج على تويتر اتصدر في مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن. شارك في الحملة مشاهير كتير من اللي شاركوا في ديزني واللي كمان ما شاركوش. ده كان أول صدام ديزني تواجهه نتيجة لقرارها الغير مفهوم والغير مبرر من البداية. وكان نتيجة الحملة دي اللي في الأول اتقابلت بتجاهل إن هم يحطوا 10 ل 20% من الحوار بالمصري، بس بقية الفيلم بالفصحى، والأغاني تبقى بالمصري، إنما برضه بقية الفيلم بالفصحى. فبقى النسخ مش بس فيها مشاكل ودبلجتها ضعيفة، ده كمان بقى فيه تخبط وعدم اتساق في الحوار، لخبطة غريبة. التمسك الغير طبيعي بقرار غير تجاري وغير جماهيري وغير منطقي خلى ناس كتير تسأل ليه ديزني الشرق الأوسط ممكن تعمل أي حاجة غير اللي الناس بتطلبه. وهنا ابتدت بقى نقاشات وأحيانا اتهامات إن ده هجوم على العربية الفصحى مش على ديزني. وفي الحقيقة الموضوع عمره ما كان كده. الموضوع مش لأي عيب باللغة العربية، على قد ما هو له علاقة بالنص الأصلي لديزني والهدف اللي اتكتب بيه السيناريو وطبيعة اللغة العربية. اللغة العربية الفصحى لغة رسمية ولغة تعليمية وليها وقارها حتى في الهزار، دي من خصائصها المميزة اللي كلنا عرفناها وحبيناها. ولكن أعمال ديزني السيناريو فيها معتمد بشكل كامل على الترفيه واللغة المبسطة الغير رسمية تماما، عكس استخدام الفصحى. أي رسالة أو شيء تعليمي في المحتوى بيوصل لك عن طريق الترفيه الدارج، نكت دارجة، عبارات دارجة. إنك تاخد العربية الفصحى تحطها في مكان غير مكانها، زي بالظبط لما تاخد العامية وتحطها في مكان غير مكانها. مثال عملي، لو أخدنا قصيدة نزار أباني اللي غناها عبد الحليم حافظ، رسالة من تحت الماء، وعملناها عامية، هل دي حاجة هتشوفها مناسبة؟ إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق 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 أغرق، أنا بتنفس تحت المية، أنا بغر. لكل مقام مقال. العامية هي ركن أساسي جدا في السيناريو الأمريكاني، من غيرها السيناريو يقع، يبقى فارغ من معناه. كأنك دخلت فيلم عربيات وشلت كل مشاهد السرعة، دخلت فيلم أكشن وشلت كل مشاهد الضرب، دخلت فيلم كوميدي وشلت كل النكت. آخر مثال ده مش مجرد مثال، ده بالظبط اللي حصل في أفلام ديزني المدبلجة بالفصحى. في بحث رسالة دكتوراه في الفلسفة اتعمل في جامعة UCL البريطانية سنة 2021، وهي واحدة من أفضل 10 جامعات في العالم، وطول البحث أكتر من 300 صفحة بالظبط. بحث دكتوراه عن الدبلجة العربية لديزني في واحدة من أكبر جامعات العالم. وده ما كانش البحث الوحيد، في غيره كتير في جامعات عربية وعالمية ومجلات بحثية. ما أنا لما بقول لك الموضوع كبير ما بتصدقنيش. عنوان البحث كان The Arabic Redubbing of Wordplay in Disney Animated Films، بالبلدي يعني إعادة دبلجة الإفيهات بالعربي في أفلام ديزني للرسوم المتحركة. البحث وضح حاجات كتير، زي إن النسخة العربية الفصحى 26% فقط من الإفيهات والنكت بس اتحافظ عليه. نسبة الإفيهات اللي تم توصيلها في النسخة العربية الفصحى أقل بكتير جدا من المتوقع من أي عملية دوبلاج. جست في مكان غالي قوي اسمه كوابيس. كوابيس حجزت لنا في مطعم صغير يدعى هاري هاوزن. هاري هاوزن؟ صفايح القواقع البحرية، ايه نظام التخويف النهاردة؟ يا حلزونة حديقتي الصغيرة كثيرة العصارة، من سنخيف اليوم؟ النكت العامية في النسخة الأمريكاني ملهاش أي مثيل باللغة العربية الفصحى، وده خلاهم يقولوا الكلام زي ما هو بشكل حرفي، ترجمة حرفية. وده غير طبعا النكت والهزار. النسخة العربية الفصحى لأنها نسخة تعليمية في المقام الأول وليست ترفيهية، كانت بتعمل رقابة شديدة وتغير معاني في السياق الدرامي بشكل عمره ما حصل في النسخ المصرية. وده طبعا بيقلل من جودة الدوبلاج أكتر وأكتر، لأن ديزني مكتوبة بشكل معين، وكل نوع أعمال وله الفورمة بتاعته، وفورمة ديزني ما تسمحلوش لأنواع التعديلات دي. ومش بس الحوار والنكت، الأغاني كمان ودبلجتها الفصحى عانت من نفس المشكلة بالظبط، النص الأصلي وطبيعة اللغة العربية. كل ده أدى إلى نسخ ضعيفة جدا لدوبلاج العربية الفصحى بالمقارنة بالعمل الأصلي والدبلجات العامية التانية، وبالطبع ضعف النجاح التجاري. في الوقت ده الاتهامات زادت عن ان في مخطط هدفه الحط من شأن العربية الفصحى كلغة او تقليل تأثيرها لصالح لهجة معينة، وده ممكن يكون اكتر اتهام غير منطقي سمعته في هذا الصدد. محتوى الاطفال كله حصريا بالعربية الفصحى ما عدا استثناءات ضئيلة جدا، فانت عندك كمية كبيرة جدا من القنوات المفتوحة والمشفرة تعرض محتوى اطفال على مدار 24 ساعة وبتمويل كبير وبلا توقف، وكله بالعربية الفصحى. فعندك سبيس تون، MBC 3، تلفزيون جيم او جزيرة اطفال، كارتون نتورك
وبراعم، غير كل الكرتونات المتفرقه على القنوات الفضائيه والمحليه اللي معظمها برضه بالعربيه الفصحى. وبعيدا عن محتوى الكرتون والتلفزيون، اللغه العربيه في كل تفصيله في حياتنا جميعا هي لغه التعليم الاساسي في اغلب البلاد العربيه. الطفل بيتعلمها بالتزامن مع لهجته المحليه. لغه النصوص الدينيه، النصوص الادبيه، لغه التعليمات والارشادات في كل ركن، لغه الخطابات، الصحف، المجلات، الكتب، كل ده قدامه مشروع واحد فقط بالعاميه وهو ديزني بالمصري. انا هحكمك انت عزيزي المشاهد واخليك تقول لي، هل فيلم واحد ولا 2 في السنه ولا حتى 10 هيقدروا يمحوا تاثير لغتنا العربيه الفصحى؟ مجرد اقتراح حاجه زي كده تخليني اتساءل، هل اللي قالها فكر فيها بشكل جدي وحقيقي وتحليلي بالفعل؟ اشمعنى مصر؟ هم فاكرين نفسهم احسن من غيرهم؟ هو احنا لازم كلنا نسمع لهجتهم؟ ده تفكير غير انه بكل الاحوال غير صحيح، فهو سام جدا ومضر. الميديا والفن هم اكبر وسيط ما بيننا وما بين بعض، طول عمرنا في حاله تبادل ثقافي لا ينتهي. لو هنتكلم عن الدوبلاج، اللهجات الشاميه بالاخص السوري واللبناني لا يمكن الاستغناء عنهم في الاعمال الدراميه والرومانسيه وحتى الحربيه، فيها شغف كده وطاقه يميزها ويخليك تستمتع بيها، لدرجه انها كانت في فتره الملاذ الدرامي الاول في العالم العربي وبالاخص الشعب المصري. ما سمعناش عن اي اتهام للسوريين بالاستيلاء او فرض نفسهم، لو في حاجه فرضت نفسها هي موهبتهم وادائهم. ومش بس في الدوبلاج، احنا بنتبادل ثقافه بشكل مستمر عمره ما توقف. اي نوع فن باي شكل لو مميز بيدخل القلب بدون اي اعتبارات للهجه او جنسيه. الراي الجزائري في مصر اجتاح الشوارع المصريه، والشاب خالد لحد النهارده من العلامات، وده برغم الاختلاف الكبير جدا ما بين اللهجتين. تقدر تشوف فنانه لبنانيه بتغني خليجي، فنان اماراتي بيغني بالمصري، فنان كويتي كبير في فيلم مصري، فنانه لبنانيه دخلت كل القلوب العربيه، فنان عراقي دخل كل بيت عربي، فنان مصري دخل كل بيت عربي، والامثله ملهاش نهايه وعايزه لها 10 فيديوهات. طب فاكرين حمله ديزني لازم ترجع مصري؟ القائم عليها كان شباب من الخليج العربي، الهاشتاج نفسه كان كاسح في تويتر برضه من مواطنين دول الخليج اكتر من مصر. احنا كلنا اقرب لبعض مما انت فاكر. اللهجه والجنسيه شيء يدعو للفخر اكيد، ولكن مش بس لصاحبها، لكن لكل مشاهد اتبسط بيها في الوطن العربي كله. هنفضل كلنا ننتج بلهجاتنا وثقافتنا المحليه، ولو حد فينا نجح وتميز كلنا هنتفرج عليه بدون اي اعتبارات، كلنا هنقرب له اكتر واكتر بدون تمييز. ما تخليش تفكير سام وغير حقيقي ياثر على حكمك، خدها فرصه تتقرب لثقافات اكتر وتعرف المنطقه وكل اهلك وجيرانك اللي حواليك بشكل بعيد عن الكراهيه او التعصب. وبس كده. خلال الفيديو انا اكيد نسيت اسامي كتير، ارجوكم ساعدوني نذكر كل الاسماء العظيمه اللي شاركت في الكومنتات. احب افكركم ان ديزني رجعت تاني بالمصري، تقدر تشوف جميع الافلام من اول سنو وايت لحد انكانتو بالدبلجه المصريه والعربيه الفصحى للي عايزها. الكلام ده كله على منصه ديزني بلس بشكل حصري. ما تنساش تشترك عشان الذكريات ما بتخلصش، واللي جاي احلى. اراكم على خير.